السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت من جديد، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جبت لكم وصفة ديال البريوات سهلة مع جميع الأسرار باش تكون ناجحة معكم من أول مرة بمناسبة رمضان. خليكم معايا للنهاية باش تشوفوا طريقة التحضير وتشوفوا معايا النتيجة النهائية إن شاء الله. كيف ما كتلاحظوا في الفيديو حليت معاكم بريوه باش تشوفوا النتيجه ديالها، تشوفوها من الداخل كي كتجي ما شاء الله معسله معلكه مع عقده ناجحه 100%. واخا تكوني عمرك ما درتي العقده ان شاء الله غادي تنجح معك هذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله شاربين العسل حيت بيتهم ليله كامله في العسل واستعملت عسل من نوعيه جيده. نخليكم مع الوصفه. عندي نصف كيلو ديال اللوز، الربع ديالو خليته خضر والربع ديالو حمرته كيف ما كتشوفوا معايا. فقط يبدا كيتحمر غادي نحيدو حيتاش كترجع عليه داك السخونيه ديالو. كيف ما كتلاحظوا معايا نصف الكميه خليته محمر ونصف الكميه ما محمر. طحنت العقده ديالي مع 100 غرام ديال سكر سنيده حيتاش كتقول القاعده في كل كيلو كنستعملوا 200 غرام ديال ديال السكر سنيده باش ما كيطرطقوش معنا في المقله ديالنا. هنايا من بعد ما طحنا العقده كنديروا معلقه صغيره ديال مربى ديال المشمش ومعلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الجليكوز ومعلقه كبيره ديال الزبده. وكنبداو نجمعوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم باش يتجانسوا لنا مع بعضياتهم كاملين ويدخلنا الخليط في بعضياته. ومن بعد كنبداو نزيدو تدريجيا ماء الزهر. من الاحسن يكون ماء الزهر من نوعيه جيده، انا كنستعمل ماء الزهر ديال بالعامري، خدا لي نصف كاس حتى كاس لارب بحال هكاك. كنبدا كنجمع في الخليط ديالي كيف ما كتشاهدوا في الصوره، كيتجمع معنا بكل سهوله وبسلاسه، ما فيهش نهائيا التعقيدات. دغيا دغيا كيتجمع كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. العقده ديالنا ما شاء الله كتجي معلكه، كتجي ناجحه 100%. واخا تكوني عمرك ما درتي العقده من قبل غادي تجي ناجحه معك. كيف ما كتشوفي معايا باش نتاكدوا من العقده بلي صافي ما نزيدوهاش ما زهر، هي فاش كنشدوها كنحربلوها في يدينا وكندوروها ما كتعطينا حتى شي تشقق. الا كانت مازال كتشقق غيكون خاصها مازال شويه ديال المزهر. الا ما كانتش كتشقق اذا صافي راها ناجحه معنا 100% ان شاء الله، وما غتلقاي معها حتى مشكل وما غتلقاي معها حتى تعقيدات. من بعد غادي نشكلوها الكريات من فئه 9 ديال الغرام. انا درت 9 ديال الغرام حيت غادي ندير بريوات غير صغارين. وندوزو للطي ديال البريوات. كيف ما كتلاحظوا معايا كناخذوا شرائط، كنوضعوا الكره ديالنا ديال العقده ديال اللوز وكنتلتو وكندوزو العقده في القناه وكنبقاو نشدو بصباعنا بجوج في القناه. ضروري نقنتو كل طويه كنقنتو باش ما تخرجناش العقده من الجوانب. وفاش تكون عضو العضه يكون العقده ديالنا واصله لنا لجميع الجوانب ديالنا، ما تكونش نعضو بلاصه فيها غير الورقه وبلاصه العقده. كنبقاو كنطويو بطريقه سهله كيف ما موضح في الصوره، ما فيها حتى شي تعقيدات. وانا كنفضل باش تجيني البريوه ديالي مفينيه كندير نقطعها بالمقص باش كتعطيني الطوع كيف ما كنقولوا، وكتجيني ساهله في لا فينيسيون، كتجي زوينه وكتجي باينه. هذاك الخليط باش سدينا الماء والدقيق لا غير، ما كنزيدو معاه حتى شي حاجه، هو اللي كنسدو به باش كيعطينا لا فينيسيون للبريوات ديالنا. وندوزو لطريقه القلي. فاش كنبغيو نقليو البريوات ديالنا الزيت ما خصوش يكون سخون بزاف، يلا يبدا كيدفى. كنوضعوا البريوات ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره، كنضيفوا الكميه اللي معقوله، ما نضيفوش بزاف ديال البريوه. انا اصلا ما عنديش كميه كبيره كيف ما كتشوفوا. كنبداو تنحركوا وما نحبسوش عليها بالتحرك نهائيا، ضروري نبقاو كنستمروا في التحريك. هنا وريتكم العسل اللي غادي نستعمل اللي هو عسل ديال الزمزمي، عسل من نوعيه جيده كيعطينا مذاق جد رائع للبريوات ديالنا، كيكونوا زوينين وكيعطيو واحد التعليكه من الاحسن احسن من العسل العادي. ما كانش متوفر حيت شي شويه غالي، ما كانش متوفر ماشي مشكل، العسل ديال المعسلات كافي وموفي كيف ما كنقولوا. كيف ما كتلاحظوا معايا اللون ديال البريوه خاصها غير تبدا كتذهب معنا نحيدوها باش كتعطينا واحد اللون زوين وكتعطينا واحد لابغيونس زوينه بزاف باش ما تدوزناش فيها العافيه وتجينا محمره. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وفرجه ممتعه. كنتمنى تجربوا الوصفه ديالي، ولو جربتوها خليوها ليا في التعاليق. وللدعم والاستمراريه ان شاء الله كنتمنى تخليو لي جيم وسبسكرايب وتعليق تعطيوني الراي ديالكم كي جاكم الفيديو. الى وصفه قادمه ان شاء الله.